اهلا بكم من جديد مستمعينا، وبرحب بنجمنا الكبير الكابتن علاء ميهوب. كابتن مصر، صباح الفل ومنورني، ويعني كل سنه وحضرتك طيب. ظهور مونديالي. صباح الخير يا فاروق، وصباح الخير لكل الساده المستمعين. قبل ما نتكلم في اي حاجه، طبعا انا سعيد جدا بوجود اذاعه الشباب الرياضه، الاذاعه العريقه الجميله، انا بحب ابقى موجود فيها دايما. وطبعا شهادتي فيك مجروح، انا طبعا ببقى مستمتع لما اكون معاك وان شاء الله تبقى حلقه موفقه. كابتن علاء، النادي الاهلي بدايه ولا اجمل. تشكيله فيها التغيير من التعدديه، كان ريبيرو المدير الفني الاسباني، فاجئنا بتشكيل مختلف. كل كان متوقع اسماء اخرى، خاصه في خط الدفاع، يمكن خط الوسط والهجوم. كان الناس متوقعه اغلب اللي لعبوا، لكن برضه كان في وجود حمدي فتحي مع مروان عطيه مع امام عاشور في خط الوسط، معاهم تريزيجيه، وفي الامام وسام ابو علي. قول لي كده رايك الاول، مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم. احلى حاجه امبارح شكل النادي الاهلي وجماهيره في المشاركه الجميله اللي حصلت امبارح. كانت تحس ان هي احتفاليه كاس عالم بجد، مش كاس عالم، لا مش انديه، كاس عالم بجد. النادي الاهلي طبعا امبارح مشرف مصر كلها، والشكل حلو قوي، والنادي الاهلي يتواجد في وسط الفرق الكبيره دي يا محمد، بتبقى حاجه حلوه للنادي الاهلي كنادي، وبتبقى حاجه كويسه جدا لمصر. جماهير النادي الاهلي مش هتكلم عليها ان جماهيرها في كل مكان، فانسى الموضوع ده. انا بتكلم موضوع الجماهير ده مش هتكلم عليه تاني، لان انا النادي الاهلي لو راح لعب في اي حته في العالم جماهيره تبقى موجوده بالشكل اللي انت شفته امبارح ده، بالتيشيرت الاحمر، بالتشجيعات الحلوه. لكن امبارح الشكل امبارح حلو قوي قوي. هل توقعت وجود الجمهور ده مع النادي الاهلي في امريكا؟ لا ما توقعتش. تحس ان امبارح كاس عالم بيكرم الرموز الكبيره او النجوم العالميه الكبيره قوي. يعني كام نجم امبارح موجود بيتفرج على مباراه الافتتاح كمان، وبعدين النادي الاهلي مباراه الافتتاح دي كمان يا محمد، دي وجود الرئيس دونالد ترامب، ويعني وانفنتينو موجود. لا الموضوع امبارح بالنسبه للنادي الاهلي بجد، سيبك من المباراه، حاجه اي مصري يفخر بيها بجد، حاجه محترمه جدا وحاجه حلوه جدا. وانا كنت متوقع الجمهور ده موجود، انا بقول لك اي مكان النادي الاهلي يلعب فيه هيبقى فيه موجود. طب هل اثبت النادي الاهلي امبارح ان هو فعلا، او فجر اليوم بقى، بلاش اقول امبارح، هل ما هو هناك بقى امبارح بالنسبه لامريكا فرق 7 ساعات في التوقيت، هل اثبت النادي الاهلي ان هو فعلا نادي عالمي ويستحق ان هو يكون وسط الكبار؟ اكيد وجود النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ده، مش عايز اقول طبيعي عشان الناس تقول لك يعني، لا، حق النادي الاهلي يتكرم كده، حق النادي الاهلي بطولاته الكبيره ان هو يبقى في المكانه دي. النادي الاهلي وصلها مش من فراغ. ما هو الانديه الكبيره دي يا محمد ما بتعملش اساميها غير بالبطولات الكبيره واللعيبه وتداول اجيال واجيال واجيال. فالنادي الاهلي هو سيد اسياد افريقيا، نمره واحد في الشرق الاوسط. ما فيش احسن من النادي الاهلي، ما فيش اكبر من النادي الاهلي. وجود النادي الاهلي امبارح في المحفل ده، والله بدون تحيز، ده الطبيعي للنادي الاهلي. النادي الاهلي في مصاف الكبار، هو ده النادي الاهلي. كابتن علاء، نخش في رؤيتك للماتش. النادي الاهلي، كنت ذكرت للساده المستمعين طريقه التشكيل. يعني الكل كان متوقع مثلا ان بيكهام ما يبدا مع العش، لقينا ياسر مع اشرف داري. الكل كان متوقع ان ممكن كريم الدبيس، ممكن العش حتى يلعب باك ليفت، لقينا كوكا. يعني رؤيتك كده في الشكل والطريقه والاسلوب من المدير الفني الاسباني ريبيرو، امام واحد برضو يعني جاي من خلفيه اسبانيه طبعا، ماتشيرانو نجم ارجنتيني بس لعب في برشلونه ويعني ونفس المدرسه. نتكلم بقى فني شويه. مبدئيا انا فوجئت امبارح ان ريبيرو ملاعب كل او اغلب الصفقات الجديده، ودي انا من وجهه نظري حاجه مش صحيه. ما ينفعش تلعب كل الصفقات الجديده مره واحده، لانك انت مهما كنت انت اساسا انت جديد، يعني انت مدير فني جديد، فمن الطبيعي ان ما يبقى جديد في جديد. ما لازم على الاقل تعرف الناس دي ايه. انت المفروض تعرف على الناس القديمه، وبعدين تبدا واحده واحده الصفقات دي تدخل معاك وهتفرق. لكن ما تبدا كده امبارح يا محمد،
يمكن هو اتفرج على انتر ميامي وكده وعارف ان هو فريق الى حد ما فريق مش قوي، عنده مشاكل دفاعيه كتير جدا، لكن ما اعرفش، ما بداش بالكم ده بالصفقات الجديده دي كلها، لان في ناس لسه جايه بتبدا، ما ينفعش، لازم واحده واحده لحد ما حتى اللعيبه دي تتعود على شكل واداء الفريق، حتى انت تتعود على طريقه اللعب وشكل الفريق ولاعيبتك، لكن تبدا بيهم مره واحده كده. يعني هل انت حضرتك شايف ان كانت مغامره ان هو يبدا بالفول بورد الصفقات الجديده ينزل بيهم اول ماتش؟ انا من وجهه نظري مغامره جامده جدا، لكن هو سهوله المباراه وسهوله المنافس قال لك طب ما انا هبدا بالصفقات الجديده كلها مره واحده، لكن هي في كره القدم لا، بتبقى صعبه شويه. طب انا عايز اخد بعض الاخبار عشان طبعا الكل عايز يعرف ايه اخر اخبار اصابه امام عاشور. النادي الاهلي بيعلن غياب امام عاشور عن باقي مباريات كاس العالم للانديه في امريكا لاصابته للاسف بكسر في عظمه الترقوه. دي كانت اصابه جات له قبل كده، وشفنا امام وتبديله امام وهو بيبكي، وصراحه كان له فرصه امام وعمل فرصه، يعني عمل واحده لاسامه ابو علي الانفراد الاولاني وكان له فرصه. شكل امام في الملعب بجد، وهل هيتاثر بيه النادي الاهلي بعدم وجوده؟ يتاثر؟ لا، النادي الاهلي ما يتاثرش بلعيب، ما يتاثرش. النادي الاهلي نادي كبير وعنده البدائل كتير، لكن امام دايما عنده حاجه مختلفه، وعشان كده النجم دايما مختلف. لكن كل الفريق كله اتاثر لا، لكن وجود امام لا، وجوده كان بيبقى مهم في فريق النادي الاهلي. حد بيعمل خطوره، عنده تسديدات كويسه، عنده حلول كتير قوي في الملعب. لكن اهم حاجه من كل ده يا محمد، بنتمنى له الشفاء ان شاء الله ويرجع في اسرع وقت. طيب انا ابتديت الشوط الاول يا كابتن عندي طريقه كده اشبه بريال مدريد بالظبط. ايام انشيلوتي. يعني عشان بس دلوقتي ريال مدريد داخل حقبه جديده في كاس العالم للانديه، برضه يمكن بيعيش نفس اللي بيعيشه النادي الاهلي. وانا عايز اقول لحضرتك ان العالم كله لما يجي يتكلم عن النادي الاهلي يقول لك الاهلي هو ريال مدريد افريقيا. يعني هو ريال مدريد افريقيا. فحتى يعني ريبيرو قلد انشيلوتي في الاسلوب، في حته ان هو تحس ان مفيش هاف مستمر ومفيش فيرود مستمر. يعني الثلاثه اللي قدام كان وسام وتريزيجيه والامام عاشور قبل نزول زيزو. فالشكل الفني بتاع نادي الاهلي بالطريقه جديده، هل حسيت ان هي ادت الافضليه للنادي الاهلي، ولا كان مستوى انتر ميامي وميسي وسواريز عنده زياده في الوزن كبيره جدا؟ يعني اعتقد ان هو جاي من الساحل بتاع امريكا على الملعب. ايه رايك في الشكل الاداء بتاع التوليفه دي؟ هو برضه انتر ميامي هو اللي خلى الشكل ده كده، توليفه هجوميه بحته. الوحيد اللي كان مستنى بس هو مروان عطيه، لكن انت كنت امبارح من غير جناح يمين، ما كانش في حد عندك. كان عندك تريزيجيه ناحيه الشمال، وكان عندك وسام ابو علي وامام وحمدي ومروان ومحمد علي رمضان. كويس. فدول الخماسي او الثلاثي، الخماسي الهجومي. ناحيه اليمين كان فيها محمد هاني بس، عشان كده كان انتر ميامي كان بيطلع بالكوره كان دايما تلاقي في فراغات عند محمد هاني. هو برضه كثف الهجوم قوي. هو بص يا محمد، المنافس اداه حريه يعمل كل حاجه، اداه حريه يلعب بالصفقات كلها، اداه حريه يلعب بالطريقه الهجوميه دي، لان هو عارف ان انتر ميامي مش هو الفريق اللي ممكن مش احسن حاجه. فريق بدنيا دفاعيا وحش قوي، بدنيا مش احسن حاجه، اعمار سن كبيره قوي، ما فيش خطوره عندهم خالص. الى الجانب الحاجه كمان عملها انتر ميامي في الشوط الاول هنتكلم عليها، ان هو بدا معاك غلط، بدأ معاك من قدام قوي، فبقت عندك المساحات كتير قوي. يعني كميه انفرادات حصلت امبارح في بدايه المباراه محمد. بالظبط في اول دقيقه 4 اول انفراد لوسام وكان امام اللي عمل. وعلى فكره دي كانت جايه من تحضير وبدايه بيلد اب. بالظبط. الناس كلها بتهاجم البيلد اب يا كابتن، يعني الناس كلها بتهاجم التحضير وبتهاجم الكره الحديثه، رغم ان النادي الاهلي امبارح عمل انفرادين من نفس الطريقه. ما هو انت بتعمل بيلد اب ليه؟ ما هي الناس انت بتعمل بيلد اب ليه؟ عشان اللي بعد كده، عشان افتح مساحات بناء هجم. بالظبط. ما هي البدايه بتبقى كده، بيلد اب، وبعدين الخطوه اللي بعدها ايه لحد ما توصل التحول بتاعك لحد توصل للمناطق الخطره بتاعتك. النادي الاهلي عملها امبارح في الشوط الاول كتير جدا، وكان فيها انفرادات. اللي حصل الشوط الثاني بقى عكس خالص. حاجه واحده بس ماسكرانو عملها، ليها بنص ملعب. يعني غير من اسلوبه عشان يقفل القصه بتاعت الانفرادات. عشان كده طب انا عايز الاول بس عشان موضوع الانفرادات، انا جالي كذا انفراد يا كابتن.
وكل انفراد كلنا بنقوم. يعني مصر امبارح ما نامتش عشان النادي الاهلي، فكلنا بنقوم وانت اصلا مش نايم واحنا جايين هنا الصبح. فالموضوع كان صعب علينا ان احنا كل الانفرادات دي ما تجيش. طب سبب يعني انت مش عندك فرصه، انت عندك 2 وعندك ضربه جزاء ضائعه. هل لعيبه الاهلي كانت مضغوطه بزياده، مشحونه بزياده؟ وليه مش العكس؟ ان كل واحد عايز هو يدور على الجول. انا عايز اجيب اول جول في كاس العالم للانديه. يعني كان في حته الانا بتاعت ان انا اللي اجيب الجول، كانت مزايده شويه امبارح، كله عايز هو يجيب اول جول. يعني هقول لك حاجه، ضربه الجزاء امبارح مش تريزيجيه اللي شاطها، مش هو، وانا متاكد ان مش هو في الترتيب، وسام، لكن هو مش تريزيجيه. لكن كون تريزيجيه ياخد الكوره ويشوطها غلط من تريزيجيه مبدئيا، وانا لو مسؤول في الفريق كنت هعاقبه. ثانيا ضاعت، لان امبارح كانت في حاجه كانت واضحه يمكن في تريزيجيه، انا طبعا بحبه جدا ولاعب هايل، ان هو عايز يجيب جول. لما تبقى عايز يجيب جول وانت ما تفكرش انك انت عايز تجيب جول، انت عايز تجيب جول مش هتجيب جول. ضربه الجزاء ضاعت ورجعت له، شاطها بالشمال ضعيفه جدا. هو ما كانش مصدق انها ضاعت. كويس، جت وراح عملها كده، فاهم؟ فبقى كل همه انا عايز الكوره تجيلي، اشتغل فردي وعايز اجيب جول، اشتغل فردي وعايز اجيب جول. الشوط الاول ماشي، النادي الاهلي كان كويس وكل حاجه، لكن لو اتفرجت بقى بهدوء شويه يا فاروق، كم تمريرات مقطوعه من النادي الاهلي كتير جدا جدا جدا. لو مع فريق اعلى شويه يعني ده يعني ان شاء الله كنت هتبقى في مشاكل كبيره عندك. بالظبط. كابتن انا برضو كنت عايز يعني ما بعد ضياع ضربه الجزاء، هل النادي الاهلي حس ان المباراه بقت اصعب بعد؟ يعني انا ضيعت فرصتين محققتين، يمكن 3 فرص قبل ضربه الجزاء، وبعدين جالي ضربه الجزاء. هل النادي الاهلي في هذا التوقيت اللعيبه حست ان الماتش صعب؟ لا، الشوط الاول النادي الاهلي مش حاسس الماتش صعب خالص، لانه عارف انه اي وقت ممكن يجيب جول، وده ادى ارتياحيه شويه. لكن تألق حارس مرمى كمان انتر ميامي صراحه واحد من خد احسن هو لازم ياخد احسن. كان هايل امبارح الشوط الاول، هايل. اتعكس بقى الشوط الثاني نيجي نتكلم عليه طبعا يعني، لكن بالعكس فرص بتضيع، فخلاص بقى الموضوع بقى سهل. طب ما دام ذكرنا الحارس اوستاري، ايه رايك في الشناوي؟ اتعادل الشوط الثاني مع انتر ميامي. يعني امبارح الشوط الثاني الشناوي ضد انتر ميامي هو اللي طلع النادي الاهلي بنتيجه التعادل. وكان في برضه واحده الشوط الاول انفراده الكره اللي صعبه جدا جدا صعبة جدا. ما انا بقول لك يعني ممكن سيبك الشوط الاول، هي جات له الشوط الاول جه بس كره واحده، لكن الشوط الثاني في اخر المباراه وفي الدقيقه 5 الوقت بدل الضايع يطلع كورتين انفرادين بالكوره عاليه. لا، الشناوي امبارح كان هايل ولازم ياخد حقه، ان امبارح الشناوي من نجوم المباراه هو وياسر ابراهيم. ياسر امبارح كان هايل امبارح تاني، غير كده دول لافتين نظري. لكن امبارح الشوط الثاني انتر ميامي كان بيلاعب الشناوي. طب انا عندي تصريحات مهمه جدا من المديرين الفنيين، سواء مدير فني النادي الاهلي ريبيرو، سواء مدير فني انتر ميامي ماتشيرانو، ولكن هاخدها مع حضراتكم بعد اطلع فاصل وارجع اكمل كلامي مع نجم مصر الموهوب الكابتن علاء ميهوب. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اهلا بحضراتكم من جديد ونكمل كلامنا. عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب المباراه القادمه يوم الخميس الساعه 7 مساء ضد بالميراس البرازيلي، وانتر ميامي هيلعب يوم الخميس الساعه 10 ضد اف سي بورتو البرتغالي. طبعا تعادل النادي الاهلي مع انتر ميامي خلى المباراتين الاهلي امام بالميراس وانتر ميامي امام اف سي بورتو ليهم شكل تاني خالص، يعني هتبقى مواجهات في منتهى الصعوبه. برضو عايز اقول لحضراتكم ان النهارده في ماتشين مهمين. الساعه 7 بايرن ميونخ الالماني ضد اوكلاند النيوزيلندي. طبعا دي بدايه بقى اعلان بايرن ميونخ عن نفسه. بايرن ميونخ بطل المانيا، بطل اوروبا، واحد من اعرق الانديه في تاريخ الكره الاوروبيه والعالميه، امام بطل اسيوي اوكلاند النيوزيلندي بيلعب في اوكيانوسيا، بطل اوكيانوسيا اوكلاند النيوزيلندي، وكان لاعب النادي الاهلي قبل كده. والساعه 10
هيبقى باريس سان جيرمان الاسباني ضد اتلتيكو مدريد. وهنا ريحه بقى دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج دخلت في كاس العالم للانديه، ويبدو ان الفيفا يا كابتن علاء بترد بقى بالماتشات اللي بالعيار التقيل دي على الاتحاد الاوروبي. يعني ماتش تكسير عظام ده، يعني شوف بقى بطل اوروبا وواحد من اقوى الانديه لويس انريكي قدام سيميوني، ماتش هيبقى صعب قوي كالعاده متعودوا على كده، يعني اتقابلوا مع بعض كتير قوي في الدوري الاسباني، لكن ماتشات طبعا حلوه، ماتشات كتير. هو اتقابلوا مع بعض في ابطال اوروبا، باريس سان جيرمان واتلتيكو مدريد. انا عايز قبل ما اخش مع حضرتك تاني يا كابتن علاء، عايز اقول اهم تصريحات ريبيرو بعد الماتش. هو قال اهدرنا العديد من الفرص وسنعمل على اصلاح الاخطاء التي حدثت وعلاجها خلال التدريبات. واضاف مواجهتنا الاولى في كاس العالم للانديه امام انتر ميامي شهدت العديد من الامور الايجابيه، وفي نفس الوقت كان هناك بعض الاخطاء سواء فيما يتعلق بالتمرير او البطء في بعض الاحيان، وهو ما سنعمل على تلافيه مستقبلا. واعرب ريبيرو عن سعادته بوجوده مع الاهلي في مونديال الانديه وقيادته للفريق في اول مباراه رسميه له امام انتر ميامي، ضربه البدايه في الولايات المتحدة الأمريكية. واختتم ريبيرو تصريحاته بالتأكيد على أن خلاص صفحة انتر ميامي انتهت والتركيز في لقائي بالميراس وبورتو. مشكلتنا كفرق مصرية أو كلاعب مصري، أنت بتلعب على حسب المنافس. يعني بص أنا بقول لك أهو، اتفرج على النادي الأهلي مباراة قادمة. يعني أنت حضرتك عايز تقول لي إن النادي الأهلي استنى انتر ميامي يعمل إيه واتحرك عليه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، النادي الاهلي عارف قوه انتر ميامي من قبل ما يروح امريكا، عارف ان هو فريق ضعيف. وكل الكلام هنا، الكلام الكتير اللي هو كان زياده قوي، ان النادي الاهلي 3 4 5، فانت راح بالفكر ده هناك. انت ما هو بس انت الفكر الاحتراف بيفرق يا محمد في ايه؟ ان انت لو انا هلاعب فريق اقل مني او ضعيف، يبقى لازم من بدري قوي اخلص المباراه دي جول واثنين وثلاثه. لكن انت وانت هنا في القاهره، كل مصر بتتكلم او كل جمهور الاهلاوي بمعنى صح ان المباراه سهله او مباراه سهله مضمونه. بنفكر في المباراتين اللي بعد كده. دي اكتر حاجه غلط حصلت. فكر في البدايه، لان البدايه اللي هتديك بعد كده الاستمراريه. بالظبط، انت عايز ايه من بعد كده الماتشين الجايين. لكن انت دلوقتي كده خلاص دخلت في مرحله انك لازم تكسب مباراتين ان شاء الله الجايين. طب كابتن علاء، حضرتك كنت في الجهاز الفني النادي الاهلي 2009، وكان في مواجهه قدام ميسي في برشلونه بقى، الجيل التاريخي لبرشلونه، وكانت اعتقد ماتش في انجلترا. وكان هاني العجيزي جاب جون، وبعد كده كان مع كابتن حسام البدري. كان مع كابتن حسام البدري، وبعد كده ما شفناش. لا. ايه رايك في الاختلاف؟ انت اتفاجئت امبارح بمستوى ميسي؟ طبيعي يا محمد، طبيعي. يعني ميسي هنا حاجه. ميسي لما يلعب وسط برشلونه كان لسه بيلعب باسم. ميسي كان عنده كام سنه هنا، وميسي كان عنده كام سنه هنا. السن برضو فرق مع ميسي. في برشلونه انت بتتكلم على ميسي وحواليه 5 6 اراجوزات كوره. لكن هنا في انتر ميامي هو انتر ميامي هو اللي بيعمل كل حاجه تقريبا. يعني الكوره تيجي في رجله بتبدا الخطوره بتبدا بالشكل. طبعا الفرق كبير قوي. طب احنا معانا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن احمد ناجي. صباح الفل يا كابتن. يا صباح الفل. معايا كابتن علاء ميهوب بقى بيصبح. صباح الخير يا ناجي. يا كرويزر. صباح الخير. كابتن احمد، النادي الاهلي عايشنا حاله جميله، عايشنا حاله فيها فخر، عايشنا حاله يمكن بقالنا سنين ما عشناهاش. المظهر اللي احنا شفناه ان النادي الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه، عايز اخد راي حضرتك في اللي حصل امبارح. والله اللي حصل امبارح الشوط الاولاني رائع طبعا، وفرص ضايعه كتير، لكن طبعا واضح ان الكواليتي حاجه جميله. يعني كل اللي في الملعب نجوم، وكل اللي في الملعب مميزين. وبعدين اعتقد ان الجو ليه دور. قصد حضرتك الرطوبه اللي موجوده هناك؟ طبعا. يعني المعدلات اللياقه نزلت شويه يمكن، لكن انا عارف ان النادي الاهلي ان شاء الله هيعمل حاجه كويسه باذن الله. كابتن احمد، راي حضرتك مستوى الشناوي. الكل كان يعني بيتكلم عن ان الشناوي ما بيعرفش يلعب برجله، الراجل ده بيلعب تحضير من تحت. ريبيرو مين قال في يا كابتن هذا يحدث؟ يعني انا بنقل لحضرتك وعايز اعرف من حضرتك
اللي قالوا له بالظبط كده. يعني انا بنقل لحضرتك إيه اللي تم تداوله في بعض هو الامور. الشناوي بيلعب فكر المدرب، يعني في مدرب عايزون الهجمه ونلعب على الثانيه وحاجات زي كده. طب يعني هو انت رايك امبارح يا كابتن الشناوي في المجمل تديله كام من 10؟ 10 من 10 من 10. ايوه طبعا. وبعدين زي ما بقول لك، واحد مدرب فكره انه بيلعب بيعمل بيلدينج اب من تحت وعايز يلعب ناس وعايز الكوره تبقى في رجل اللعيبه على طول، مش ان هو ينفذ التعليمات ومش ان هو لا بيلعب برجله زي الفل زي الفل. طيب كده ولا ايه؟ عندك حاجه ما اقدرش اتكلم مع حراس ما انت بتتكلم، انا مستمع معاك انت. طيب رايك مع الكور اللي اتعامل معاها؟ كان في انقاذ صعب جدا الشوط الاول يا كابتن ناجي، يعني صعب قوي على فكره. الشناوي دايما بيشيل الكور دي ومحدش بيديله حقه فيها. لا احنا مين اللي قال لك ان محدش بيديله حقه برضه؟ كابتن احمد انا بتابع الاعلام وبتابع كل التصريحات، يمكن حضرتك عشان مختص وواحد من الناس اللي كانت ليها دور كبير جدا جدا يعني جداً. حضرتك ليك دور كبير جدا اصلا في ان الشناوي يقف في منتخب مصر. وحارس مصر بقى له 7-8 سنين، وحارس النادي الاهلي الاول بقى له 7 سنين، فيعني عدد ساعات لعب مهوله وخبرات مش طبيعيه، لازم نحافظ عليها ونحافظ على معنوياته. واديك شايف حاجه جميله، عظمه على عظمه يعني. هل حضرتك يعني برضو شايف ان حارس مرمى فريق انتر ميامي اوستاري يستاهل ياخد نجم الماتش؟ حارس كبير، حارس كبير وهادي وعنده ثبات مش طبيعي. صح يا ناجي. ايه ده انت بتراجع عليا ولا لا انا بقول صح يا ناجي، انا معاك. لو انا طالع معاك في الكلام ده. خلي بالك الحارس ده بطل 2 سنين ورجعوه. يعني بطل ورجع من البيت. عشان ما لقوش حد يعني يسد مكانه، لان هو حارس كبير وعظيم صراحه يعني. فعلا كل حاجه حلوه ورد فعل مش طبيعي، ثبات مش طبيعي، بنايه لعب جميله جدا، حاجه في كل المميزات، مع انه مش طويل قوي يعني، بس مش قصير يعني. طيب كابتن احمد، نصايح حضرتك لحراس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي في الماتش المقبل؟ يعني لاعب بالميراس اسلوب مختلف، ثقيله جدا جدا جدا. تنصحه بايه يا فندم؟ محمول لعيبه من عندهم لتشيلسي وليفربول، يعني كده تقيله. هل في نصايح معينه حضرتك تقولها له؟ ايه؟ في نصايح معينه حضرتك تقولها له؟ لا ندربه بقى اللي عارف الدنيا وعامل تحليل الاداء لكن هو الشناوي حارس كبير، مش لا محتاج نصايح ولا مش محتاج حاجه يعني. طيب رأي حضرتك في انضمام سيحة ل يعني حراسة مرمى النادي الأهلي؟ ولد ممتاز وسنه صغير وكاركتر النادي الأهلي شخصية كبيرة جدا، شفناه مع المقاولين العرب وشفناه مع حرس الحدود، عامل مباريات جميلة جدا وتصديات حلوة قوي. لا النادي الأهلي مفيش قلق في مركز حراسة المرمى، في طبعا حارس واحد اسمه مصطفى شوبير، حاجة جميلة ومخلوف. لا يعني مفيش قلق خالص، كلهم هايلين طبعا بيكتسبوا خبرات وما عندناش مشكلة في المنطقة دي. طب كابتن أحمد، وجود مصطفى ما شاء الله بهذا المستوى، يعني ظهوره في كأس أفريقيا وحصوله على الكلين شيت وأداء هايل، هل ده خلى مستوى منافسة حراسة مرمى النادي الأهلي قوية جدا؟ لا هو بالتأكيد إن حراسة مرمى النادي الأهلي على مر العصور هي بتنتج حراسة المنتخب، ودايما هي بتبقى متصدرة المشهد طول الوقت بنفرز الحراس، وعندنا في قطاع الناشئين مجموعة كبيرة إن شاء الله تبقى يعني سند للنادي ان شاء الله، مفيش مشكله خالص يعني. شوبير حارس كبير، ولما خد فرصه اثبت للناس كلها ان هو حارس كبير ولعب مباريات صعبه جدا ونهائيات، يعني الحمد لله على
مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي. طيب كابتن احمد، قبل ما انهي مع حضرتك، مين افضل حارس في الدوري المصري الموسم الماضي من وجهة نظرك؟ الشناوي، شوبير، في بعض اللي محمود جاد، لا انا عايز واحد يا فندم، طلعوسي، انا عايز واحد. الشناوي. طيب الشناوي. ماشي يا فندم. شكرا يا كابتن احمد، صباح الفل عليك. كروز. سلام يا كابتن احمد. طيب انا هطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم حوارنا الجميل مع المحبوب الكابتن علاء ميوب. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. اهلا بحضراتكم مره تانية ونكمل كلامنا مع الكابتن علاء. كابتن علاء، ايه رايك في زيزو امبارح؟ ما ينفعش احكم عليه امبارح، زيزو بقاله فتره بعيد. وبرضه انا ليا وجهه نظر في تغيير زيزو الاولى مش الثانيه. يعني نزول زيزو هل كان هو الامثل؟ لا. زيزو يعني كنت انا بالظبط اتفرج امبارح قلت زيزو ممكن هياخد 25 دقيقه بالكتير قوي، لان الحاله البدنيه لزيزو وبعد والفتره الكبيره قوي على الماتشات ما يسمحش غير 25 دقيقه حتى لو كان بيتمرن. هل ده السبب اللي خلاه يتبدل؟ انا برضو لو موجود مش هبدله. انت ايه رايك في التبديل؟ لا طبعا انا يعني ما عجبتنيش خالص. مفيش حد يقول لي عادي ومش عادي، لا مش عادي. تغيير زيزو الاولى خطا، فما عليكش الخطا بخطا. حتى لو زيزو بدنيا تعب ما ينفعش تطلع زيزو بعد الضجه الجامده اللي اتعملت لزيزو واسم زيزو نفسه، وهو عايز يلعب واول مره ليه في النادي الاهلي رسميا في كاس عالم انديه والشكل ده. ما ينفعش اروح عامل تغييره ومغيره تاني حتى لو مش في احسن حالاته. سيبه في الملعب بقى خلاص، لان انا من انصار ايه يا محمد؟ ما تعالجش غلط بغلط. التغييره بتاعت امام ما كانش زيزو، اي حد ما كان زيزو. زي مين يا فندم؟ يعني عندك طاهر، عندك حسين. لو انت بتفكر ومحمد مجدي في دماغك قوي، طب ناس محمد مجدي وتعدل الملعب شويه لو هو كده. لكن ما كانش لازم يغير زيزو امبارح. ولو طلع زيزو نفسه، انا بقولها لك اهو اتفضل. لا قول على مسؤوليتي. لو زيزو نفسه طلع قال انا امبارح ما اتاثرتش والمفروض عادي وكده، اقول له لا انت بتقول اي كلام، انك طبيعه تتضايق. هو ده لعيبه الكوره كده. لان زيزو الفتره اللي فاتت حاله خاصه. عارف لو لعيب عادي معاك في الفريق بقاله فتره كبيره وحصل كده هقول لك عادي بتحصل. جوزيه مره عملها كتير قوي، لكن زيزو كانت وضعيه مختلفه يا محمد. انا كنت لسه هقول لحضرتك انا دلوقتي جايب لعيب يعني حديث الساعه بالظبط. البعض وصفها صفقه القرن، البعض وصفها الاعلى في تاريخ الكره المصريه، البعض برضو وصفها ان دي اعلى عائد من صفقه في تاريخ الكره المصريه، ان عائد تسويق زيزو. بعد كل هذه الامور قرار بقى في ايد المدير. هل دي ممكن بلغه الكوره كده تخلص على زيزو شوية؟ لا مش هتخلص، لكن تضايق. وبعدين عندي تعقيب صغير والله عشان انا تعبت من موضوع صفقه القرن ده. هو احنا عندنا كام قرن وكام صفقه قرن؟ هو انا اي صفقه اقول عليها قرن؟ صفقه قرن صفقه قرن. احنا بنجيب صفقه قرن، جبنا صفقه القرن. انا بكلم صفقه القرن يومين ثلاثه وهعلن صفقه ايه القرن ده؟ ومين يعني معلش يعني مين اللعيب اللي هو صفقه القرن؟ ولا هو لفظ بنقوله خلاص؟ لكن زيزو لا مش هيتاثر يعني مش هتضايقه. لكن هي ضايقته امبارح. امبارح تضايق يا محمد زي ما انت قلت كلمه حلوه قوي انه كان حديث الساعه. عشان كده كان ريبيرو كان حتى لو دي غايبه عنه كان حد من المساعدين بسرعه كان لفت نظره بس لدي. على فكره مش عيب، هو ده اللي كان لازم يحصل. طب هل يعني برضه حصول زيزو على ضربه جزاء وخدها بمهاره ده ما يخليش مثلا الراجل يقول ان انا نزلته وكان اكتف وعمل حاجه؟ حلو على فكره. لو طب ما كنت سيبه يعني سيبه يعني ده الصح بقى. يعني انت زيزو خلاص اديته فتره كبيره ونزلت زيزو وكده وجاب لك ضربه جزاء يعني ابتدى يخش في الجيم خلاص. كويس. لنفرض ان هو بدنيا في الاخر تعب وده طبيعي. على فكره سيبه في الملعب حتى لو هيبقى مجهود قليل. لكن كونك ان انت تطلعه تاني لا انا مش مفعل. يعني حضرتك بتقول يعني لو هو حلو طلعته ليه؟ ولو هو وحش نزلته ليه؟ هو ما كانش وحش. لا انا بتكلم في البدايه يعني في البدايه جاهز يعني البدايه مش جاهز. كويس. بس واضح ان هو فكر بيرو يا محمد
عايز يدي الصفقات كلها. مم. وضحت من البدايه. احنا في بدايه الحوار ولا بقول انت وقت ان انا اشوف الصفقات ولا العب بالامثل؟ لا العب بالامثل ودخل الصفقات. مم. هتستفاد من الاثنين، مش هتخسر القديم، والجديد لما يخش مع شكل واداء ماشي خلاص. طب انت عجبك بن رمضان امبارح؟ لا طبعا ما عجبكش خالص. لا مم. بقيت كل البعد عن مستواه، وده طبيعي برضه. مم. ما ينفعش اروح ارميه طب كده وحمدي فتحي؟ ولا حمدي ما حسيتش بيه. مم. انا بكلمك اللي هو الكلام الصريح يعني، ما فيهوش ممكن ناس تزعل، لكن هو ده الكلام اللي انا لو شفته امبارح من وجهه نظري محدوده جدا في كره القدم. حمدي فتحي ما كانش حمدي فتحي امبارح، ما حسيتش بيه. ولا بن رمضان ولا بن رمضان هو ده مستواه. مين اللي حسيت بيه طيب امبارح؟ 2 في الملعب، الشناوي وياسر ابراهيم. وحارس مرمى مدافع ده برضو شويه قلق. وسام على فترات، وسام امبارح شايل جول مش طبيعي. مش جاب جول، هو كان فدائي فعلا. انت متخيل يا بقول وسام ايه؟ انقذ جول مش احرز هدف. لكن وسام امبارح يتواجد في المكان ده راجل قلبه على الفرق. لكن هو ما كانش امبارح، ما كانش وسام برضو. التغييرات ما كانتش كلها، مش يعني محمد طاهر بعيد، قفشه بعيد، حسين الشحات ابعد واحد فيهم. يعني بعيد، الناس كلها بعيده، الناس كلها حاسه انها نازله مش مركزه عايز تعمل فرق. برضه مسلسله لسه انتر ميامي. يعني انتر ميامي الشوط الثاني ما كانش اتغير تماما. وانا بقول لك قلت لك في عجاله كده في الاول ان ماسكرانو عمل حاجه في كره القدم سهله جدا. قابل النادي الاهلي نص الملعب، فانت خطوطك كلها راحت. ان هو كان بدايه المباراه كان بيقابل قدام. كان بيعمل ضغط عالي، عمل حاجه سهله جدا، راح جاي فرقته خلاها كلها في نص الملعب، فخلاص المساحات عندك اتقفلت مع حركه قليله، مع تمريرات كتير قوي غلط. انت ما رحتش الشوط الثاني خالص، انت ما رحتش خالص، يعني ما كانش في خطوره. كان ايه الاحسن اللي يعمله ريبيرو في الشوط الثاني عشان يطلع كسبان؟ اللي كان لازم يعمله الشوط الاول هو نهى الشوط الاول حلو كويس. لازم كان الشوط الثاني ينزل بضغط عالي كويس، ولازم اللعيبه دي انا عايز هدف. ده اللي كان بيحصل في غرفه الملابس. لازم كان يعنف اللعيبه امبارح ان ازاي يطلع الشوط الاول مش غالب، مش جايب جول واثنين وثلاثه. لازم كان يعنف، واكتر واحد كان يعنفه انا المره الثالثه. انا بقولها عشان انا يمكن جاي عليه، عشان انا بحبه جدا. تريزيجيه ما ينفعش لعيب كوره ياخد الكوره وهو يروح يشوطها. الترتيبه بتقول مش انت. ولو ريبيرو هو اللي عمل الترتيبه دي يبقى الراجل ده غلطان، لان ده تريزيجيه لسه جاي من شهر. في واحد اسمه اسامه ابو علي وبيشوف كل ضربات الجزاء. ففي حاجات كتير قوي يا محمد، غلطات كتير. هو ربنا ما كتبلكش الفوز امبارح، لان في حاجات كتير في الملعب انا ما عجبتنيش. ان كله عايز يجيب جول، انا عايز اجيب جول او عايز اجيب الجول الاول. يا حبيبي ماشي، الجول هيجي، هيبقى النادي الاهلي كله هو اللي جاب الجول، مش علاء ولا محمد ولا وبعد كده خلاص. بس هات اول جول. لو حرصت اول هدف امبارح يا محمد، انت كنت هتتفرج على مهرجان امبارح. لكن انت صعبت الامور على نفسك. بس انت بقى فيك ميزه، ده النادي الاهلي لما بتصعب بتشوف وجه تاني خالص. طيب انا عايز اخد مع حضراتكم ايه اراء الصحف الامريكيه، كيف شاهدت الصحافه والميديا في امريكا لقاء الافتتاح بين الاهلي وانتر ميامي. شبكه ESPN قالت ان فيفا سعيد بما حدث بين الاهلي وانتر ميامي، رغم ان الشباك لم تهتز بين الاهلي وانتر ميامي، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيكون سعيدا بكل تأكيد بحضور اكثر من 60,000 متفرج الى ملعب هارد روك من اجل مشاهدة افتتاحية كأس العالم للأندية. وقالت الشبكة ايضا ساعد في ذلك الاف المشجعين الذين ارتدوا الوان الاهلي، كانت القمصان الحمراء تضاهي القمصان الوردية، وكانت الجماهير المصرية اكثر صغبا ووضوحا من جماهير انتر ميامي. وبرضو صحيفة أتلتيك الأهلي يثير شهية الجماهير نحو كأس العالم للأندية، وده يعني أظهر هذا النادي أن كأس العالم للأندية مهم جدا بالنسبة إلى الفرق القادمة من قارات أقل قوة وشهرة من أوروبا وأمريكا الجنوبية. فهالي ده برضو تصريحات مهمة جدا بتبين فاليو وقيمة النادي الأهلي. كابتن علي، ده طبيعي يا محمد، بقول لك النادي الأهلي بيروح أي مكان بيعمل فرق. جماهير على طول بتعمل لك فرق، شكل وتيشيرتات حمراء وكثافه الجماهير. لا، النادي الاهلي في اي حته جماهيره موجوده وبتعمل شو زي احنا بنقول في كره القدم.
طيب ريبيرو عنده بالميراس الماتش الجاي، ماتش صعب، ماتش تقيل، فرقه بلغه الكوره كده يعني صعبه حتى على ريال مدريد. يلعب ازاي؟ اللي انا متاكد ان هو هيغير في الافراد، تمام. وممكن يرجع لطريقه لعب النادي الاهلي هو بيستريح فيها 4-2-3-1. يعني الاول تغيير طريقه اللعب دي لازم تحصل. والافراد هتغيروا، لازم اغير افراد. طيب قول لي كده التشكيل مش عايز اقول تشكيل، لا قول لي، انا عايز اعرف وجهه نظر حضرتك. يعني الاربعه اللي ورا ماشي اوكي. لو عايز يعني هنتكلم في الشناوي. الشناوي طبعا ده اكيد. ايوه هاني. ياسر وهاني. هاني باك يمين. ياسر داري ما كانش وحش امبارح. انا برضه كان مفاجاه بالنسبه لي. انا عايز ابدا بكريم الدبيس. هنا كريم الدبيس عشان عايز انطلاقات شويه. كويس. وتلعب باثنين في نص الملعب. مين هم بقى؟ تلعب بمروان وحمدي. حمدي فتحي. قدامهم ايوه محمد مجدي قفش. تمام. خلاص. وسام ابو علي. وسام. تريزيجيه. ايوه. فاضل واحد، ودايما ده اللي بيجي. دايما المشكله ناحيه الناحيه دي. محمد طاهر مش حسين. طاهر بيلعب في اليمين احسن حسين. انت عندك مشكله، خد بالك. ايه هي؟ تواجد تريزيجيه واشرف بن شرقي. دي مشكله على النادي الاهلي. طبعا هتلاعب مين في الاثنين؟ اشرف بن شرقي مش عمره هيلعب ناحيه اليمين. طب ايه الفرق يا فندم؟ لا مفيش فرق. لا انا بتكلم نوعيه تريزيجيه. لا نوعيه تريزيجيه. بن شرقي مهاري اكتر. تريزيجيه اسرع، بيروح لجول كتير. بن شرقي مهاري، كورته حلوه، عنده لمسات حلوه. لما يعني حضرتك عايز تقول ان هو مثلا بيقف على الكوره كويس قوي. لما بيستلم الكوره وبيخش لجوه بيعرف يجيب جول من الحته دي، يعرف يعمل تمريره. تريزيجيه دايما كل شغله على الجول، ودي خطوره تريزيجيه على الجول على طول، ودي طبعا حاجه مميزه جدا. لكن ده غير ده، عشان كده بقول لك في مشكله هتقابل ريبيرو. انت هتلاعب مين في الاثنين؟ يا اما تشوف مكان لتريزيجيه مش لاشرف. انت فاهمني؟ يعني تغير تريزيجيه، لكن ما تغيرش اشرف في المكان ده، لان اشرف بيخرج من المكان ده ما تاخدش منه حاجه. تريزيجيه ممكن يبقى في حته القلب دي زي الشادو سترايكر. طيب دي التشكيله الامثل من وجهه نظر كابتن علاء مهوب لبالميراس البرازيلي، المواجهه اللي ان شاء الله هتكون الخميس المقبل. هطلع فاصل وارجع اكمل حواري الشيق مع كابتن مصر الكابتن علاء مهوب. انتوا لسه بتسمعوا صوت الملعب مع محمد فاروق. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية صوت الملعب. عايز أكمل كلام عن الأجواء اللي موجودة في كأس العالم للأندية. الكل شاهد امبارح الصراحة الحفاوة اللي موجودة من قبل نجوم العالم، وجود نجوم كبار زي رونالدو الظاهرة، روبرتو باجيو، شفنا خافير زانيتي نجم الانتر، طبعا روبرتو باجيو نجم منتخب ايطاليا، رونالدو الظاهرة واحد من افضل اللعيبه اللي لعبت في تاريخ كرة القدم، نجم المنتخب البرازيلي ونادي انتر ميلان. شفنا ديل بييرو، شفنا وجود شخصيات مهمة جدا في تاريخ الفيفا موجودة عشان تكون في ضمن الفعالية اللي فيها النادي الأهلي واللي فيها كل الأندية القوية في العالم. والصراحة كان شيء يدعو إلى الفخر إن في نادي بيمثل مصر، في تواجد مصري في أكبر محفل للأندية في العالم، نسخة استثنائية لكأس العالم للأندية. الصراحة الواحد كان مبسوط جدا جدا بالأجواء. كابتن علاء، هطلع بره كأس العالم للأندية شوية واخش لك في الأسئلة السريعة. أفضل صفقة النادي الأهلي عملها في الميركاتو؟ زيزو. حسام غالي سر رحيلي عن اللجنة الفنية للنادي الأهلي، صح أم غلط؟ تاني. حسام غالي سر أيوه سر غلط رحيلي. جدا. غلط. الونش أكتر صفقة رشحتها للنادي الأهلي وندمت على عدم انضمامها للنادي الأهلي. دي حقيقة. لاعب اتخدعت بمستواه وغيرت رأيي فيه بعد التعامل معه عن قرب.
لا مفيش. طب ايه اكتر قرار كنت صح فيه في مسيرتك؟ صحت مسيرتي؟ لما كنا خلاها قرار غلط في مسيرتي. صح مسيرتي. طب اسهلها شويه. آه. اهل الانضمام النادي الاهلي. ان اروح اختبارات النادي الاهلي دي احسن حاجه حصلت في حياتي. طيب كابتن علاء، احنا الاول يعني خدنا الاسئله السريعه، دلوقتي بقى نروح لفقره جميله جدا كل مستمعينا هيبقى حابين يشوف وجهه نظر الكابتن علاء ميهوب. هنخش في الدوري الممتاز. طبعا حضراتكم تابعونا وابعتوا لنا افضل 11 لعيب في الدوري الممتاز من وجهه نظركم على صفحاتنا صوت الملعب، سواء على فيسبوك او على انستجرام او على تيك توك، وايضا تابعونا على قناتنا الرسميه على اليوتيوب. حابين حضراتكم تبعتوا لنا، وان شاء الله يعني اللي تشكيله هيبقى متطابق مع اغلب النجوم هيبقى عنده جوائز موجوده من عندنا من البرنامج. كابتن علاء، افضل حارس في الدوري المصري؟ الشناوي. افضل 2 سنتر باكات؟ حط لي تشكيل. ياسر. حسام عبد المجيد. وباك رايت ممكن يبقى بينهم كده الونش. لا احنا عايزين 2 عشان الونش بس كان مصاب. ولا عشان انت بتحبه؟ لا خالص، عشان لو فعلا كان مصاب ولسه راجع فممكن يعني واحد من الثلاثه. عشان باك يمين. باك يمين عندنا باكات يمين 2 جامدين جدا في الاهلي وبيراميدز. انا بشوف بغششك كتير قوي. ما انا عارف طبعا. اصل ده في حاجه ودي في حاجه يعني. دي انت هتلاعب مين؟ هلاعب محمد هاني. طيب افضل باك شمال؟ افضل باك شمال بس هو خلاص مش للاسف يعني. لو كان لسه بيلعب كنت اقول لك علي معلول في الدوري السنه دي. ما انا بقول لك يعني افضل باك شمال السنه دي في بيراميدز وفي الاهلي وفي الزمالك وفي عندهم كل دول عندهم، وفي سيراميكا عنده باك ليفت محترم. مفيش باك ليفت شددني خالص. طب حط واحد بقى خلاص. مفيش والله مفيش. لا حط لي باك ليفت، لازم لما الفرقه تلعب بقصه. لا ما خليه اختياراتك انت. لا حط لا خلي اختار ده عندك انت. لا عشان خاطر لا. انا راجل على غلبان. انت مش غلبان بالمره. محمد شكري سيراميكا. محمد شكري سيراميكا. طيب نص الملعب. مروان. ايوه سريعا يا كابتن. مروان. انا معايا دقيقه يا كابتن سريع. صعب قوي يا محمد احط تشكيل في دقيقه. لا صعبه. طيب مروان جنبه مين؟ حد من بيراميدز، حد من الاهلي؟ دي انت بتغششني. حد من الزمالك؟ حط جنبه كارتي. واحد كمان. احط قدامهم امام عاشور. وينج ليفت. اشرف بن شرقي. بن شرقي. مهاجم وسام. الناحيه الثانيه فاضل واحد. مصطفى فتحي. كده تشكيلة الكابتن علاء ميهوب. بشكر حضراتكم. تشكيلة مستعجلة. تشكيلة مستعجلة. بشكر حضراتكم شكر جزيل. أول حلقاتنا إن شاء الله استنونا بكرة في نفس الميعاد. بشكر مخرجنا الرائع محمد البهواشي، وأيضا مهندسنا المميز عماد بدوي. استنونا دايما في أقوى حلقاتنا مع صوت الملعب. تحياتي محمد فاروق. صوت الملعب مع محمد فاروق.